لو انت شخص عصبي او شخص سريع الغضب ومش بتعرف تسيطر على عصبيتك وحابب تغير ده، يبقى الفيديو ده علشانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في قناتي، المكان الوحيد اللي هيساعدك تحب نفسك وتطورها وتنجح على المستوى المهني والاجتماعي. زي ما شفت في اول الفيديو، هنتكلم النهاردة على العصبية وسرعة الغضب وازاي تتحكم فيهم، وكلامي كله النهاردة مستوحى من كتاب نظرية الفستق الجزء الاول، وهو ده الكتاب للي حابب يقرأ. قبل ما ندخل في الموضوع، انا واحدة سريعة الغضب وبتعصب بسرعة، والموضوع ده كنت حابة ان انا اغيره جدا. وفي يوم وانا بقرأ في الكتاب ده اكتشفت كام خطوة كده نقدر نتحكم بيهم في الغضب طبقا للقرآن الكريم والسنة، فحبيت ان انا اشاركهم معاكم، ممكن حد يستفيد. اول حاجة خدت بالي منها وانا بقرأ الكتاب ان احنا بيكون لينا شحنة معينة او قدر معين من العصبية المفروض نكمل بيها اليوم كله، واول موقف بيقابلنا في اليوم بنفضي الشحنة دي كلها وبنقضي باقي اليوم واحنا متوترين ومش قادرين حتى ان احنا نرسم البسمة على وشنا. فازاي نقدر ان احنا نتحكم في المواقف دي؟ ولو اضطرينا للعصبية نعمل ايه؟ هقولك على 5 خطوات او 5 كبسولات زي الكتاب ما بيسميهم. لو اتعرضت للعصبية تجرب اي واحدة فيهم وتشوف انهي واحدة هتنفعك. انا هقسم لك الفيديو لجزئين. الجزء الاول ان انت تسيطر على الغضب وما تدخلش في الموقف اصلا، والجزء التاني لو حصل ان انت غضبت او اتعصبت تقدر تسيطر على العصبية دي ازاي. خلينا نبدأ بالجزء الأول، وهو إزاي أسيطر على الموقف وما تعصبش أصلا. وده بيكون إن أنت بتنسحب من الموقف أو بتتجاهل أي شخص يحاول إن هو يعصبك. طيب لو حصل وأنت اتعصبت ووقعت الفاس في الراس هتعمل إيه؟ هنا بقى دور النص التاني في الفيديو، وهما ال5 كبسولات اللي الكاتب بيقول عليهم اللي لو اتعصبت تجرب اي واحدة فيهم وتشوف انهي واحدة هتنفع. اول كبسولة وهي السكوت، تسكت خالص، تتوقف عن الموضوع اصلا، وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا غضب احدكم فليسكت. تاني كبسولة وهي التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان في رجلان اتخانقوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود فيه، وواحد فيهم احمر وجهه وانتفخت اوداجه من كتر الغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اني اعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما هو فيه. تالت كبسولة وهي ان انت تغير طريقة جلستك لطريقة فيها استرخاء اكتر. لو لاحظت كده ان احنا لما بنتعصب مثلا واحنا قاعدين او احنا نايمين بنقوم نقف، لان وضع استرخاء الجسم مش مناسب للعصبية. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. رابع كبسولة وهي تصنع الابتسامة، يعني تحاول ان انت تبتسم كده. وطبعا هيجي في بالك يعني انا واقف بتخانق وهضحك، طب انت بتعمل كده ايه؟ كده بتعمل خدعة لدماغك ان الدنيا تمام وكله تحت السيطرة، لان مفيش غضب بيجي معاه ابتسامة. خامس كبسولة والاخيرة وهي ان احنا نحاول نعمل عكس اللي بيحصل لنا لما نغضب. لما بنغضب ضربات القلب بتزيد، عضلات الكتف والرقبة بتتشد وبتتوتر، فلازم تعمل عكس ده. حاول تتنفس بهدوء، حاول ان انت تفرد كتفك وتعمل رقبتك بحركات دائرية. ده اولا هيبقى عكس اللي بيحصل من الغضب، فهيساعدك ان انت تهدى. تاني حاجة هيلهيك عن السبب اللي خلاك تغضب، كأنك كده بتشغل دماغك بحاجة تانية غير الموقف اللي انت فيه. اكيد حد كده فيكم وهو بيسمع الفيديو هيقول ممكن الكلام ده ينفع مع كل الناس الا انا، او انا جربته كتير وفشلت. هقولك الغضب ده حالة مؤقتة وطارئة ومكتسبة، يعني بتيجي في الوقت اللي فيه المشكلة، فانت مش بتتولد بيها، فهي حاجة انت بتكسبها بالتعامل. وعلشان تخسرها برضو لازم تدرب نفسك على طرق معينة تخسرها بيها. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا وتقدروا ان انتوا تسيطروا على عصبيتكم زي ما انا كمان بحاول. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وتسيب لي رأيك في التعليقات بالمواضيع اللي حابين نتكلم فيها بعد كده. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.